امامك هذا موضوع الجندر. طبعا الجندر يعني الجنس. واحد من كبار الدعاة اليه سيد عمار، امامكم المقطع. سنة خمات جنة. البعض يقول شيخنا انت بس قادر على عمار. يا اخي كل وحده والثانيه تشق القلب. انت في مؤتمر كبير بعمامه سوداء ويجب تطبيق الجندر بادق تفاصيله، ده تسوي انت. تعرف شنو الجندر؟ يقولون الطفل ينولد بيولوجيا ذكر، بس ممكن من يكبر يصير انثى. يقول انا بداخلي انثى. ها، ممكن الصبح رجال وبالليل مرة. ممكن عنده لحيه ولابس ثوب مال نسوان. وين تتوصلنا وين؟ هسه غير كل واحد يحترم عمامته. انت ملاحظ بلا صخار تدخل على كل المعممين لابسه حجاب. وي سيد عمار ما تلبس حجاب ليش؟ شنو الرساله اللي تريد توصلها؟ بس قل لي. تدخل على السيد المرجع الاعلى محجب، السفير الايراني محجب، على السيد مقتدى محجبه، على سيد عمار ذاب. ليش؟ شنو الرساله اللي تتوصلها؟ بس قل لي. يدعو لتطبيق الجندر بكل تفاصيله. يا الله. ونسوي موقع بعلي حسين. والله ما عندي مشكله، بس الرجل كل وحده والثانيه يدوس مصارينا. هاي حياة الترف والقصور والقاعات، ما لها علاقة بالعمامة. ترى هذا أجل الدنيا، انولد بحلقة خاشوق الذهب. إرث آل الحكيم كله راح يدمره بليلة وضحاها. شوي على كيفكم علينا، ناس تعبانة. المثلية من جهة، والجندر من جهة، والتعب من جهة، والتطبيع من جهة، والتركيع من جهة.